ونحن هنا في فضفضة ما بعد منتصف الليل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيشها ببساطة. بما إن عيد الحب كان امبارح والأجواء كلها مليانة بالرومانسية والحب والأعياد والكلام الفاضي ده، فأنا قلت أجيب لكم عصير البطيخ وأحط روج أحمر وأطلع أتكلم عن عيد الحب. بس يؤسفني إني أقول لكم بكل الحب أنا مش هقدر أكلمكم عن الحب. والله زي ما بقول لكم كده. ليه بقى مش هقدر اكلمكم عن الحب؟ عشان انا سنجل بمنتهى الشفافية والمصداقية اللي ممكن تتخيلوها، وفقد الشيء لا يعطيه. فككوا برضو من بوستات الفيسبوك بتاعت فقد الشيء يعطيه وبشدة. فقد الشيء لا يعطيه، وان اعطاه في بعض الحالات ففي حالتنا دي مش بيديه. احنا مين بقى؟ احنا السناجل. وانا النهاردة جاية اكسر كل القواعد وهتكلم عن السناجل. كل الناس بتتكلم عن الحب وعن المرتبطين وعن الهدايا وعن الورد والحاجات اللطيفة الظريفة دي. انا النهاردة جاية اتكلم عن السناجل الطيبين الغلبانين المسكينين البائسين اليائسين المحبطين، ما علينا. فتعالوا اكلمكم عن السناجل والصراع اللي ما يعلم به الا ربنا اللي بيعيشوه في اليوم اللي ما يعلم به الا ربنا. ده سنجل مننا اليوم ده بيبقى منتابه حالة من الاشمئزاز والقرف غير عادية. ليه بقى؟ لاننا بنبقى مروحين عادي في امان الله، سواء بقى راكبين مواصلات، راكبين عربية، ماشيين على رجلينا، حوالينا في كل حتة كابلز 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 كابلز، ورود بقى وهدايا وتفاصيل. تبقى ماشي بقى انت عمال تتفرج عليهم كده، اللي هو ايه المحن ده؟ مش ممكن، لا 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 لا، عيب 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 عيب. إيه؟ استغفر الله العظيم يا جماعة، حد يكلم حد؟ ايه قلة الأدب دي؟ الناس دي أهاليها فين؟ ما استغفر الله العظيم يا رب. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، دي مهزلة اللي احنا عايشين فيها دي، مهزلة. ايه ده؟ ايه التلزيق ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السماجة دي؟ سمجين قوي على فكرة. يعني الموضوع مش لطيف، لا. بس في صراع كده بتاع اللي هو ايه، طب وانت هتتحب امتى يا مني؟ هتفضل مقضيها فرجة كده وخلاص؟ يعني مش ممكن. وانا ما بتحبش ليه؟ طب انا ما بحبش ليه؟ طب انا ما بجيبش ورد ليه؟ طب انا ما بيجينيش ورد ليه؟ ورد الاحمر ده اللي بيبقى بوكيه كبير ملفوف ببتاع سودا كده وعليه شريطة حمراء، اللي شكله حلو قوي ده، وحد كده يسأل عليا واسأل عليه، واللي هو بس في صراع بقى تاني، صوت عمرو اديب يطلع من جواك وتحس ان عصافير بطنك بتصوصو. انا جعان، نفسي في سندوتش همبرجر دورين، يبقى بقى عليه ايه؟ كاتشب ومايونيز ورانش صوص وتستي صوص وباربيكيو صوص وبافالو صوص، ومن فوق بقى يبقى عليه ايه؟ قطعتين موتزاريلا ستيكس. يا سلام، تمسك السندوتش كده موتزاريلا ستيكس تشد، انت شايفهم هما ماسكين ايدين بعض وبيشدوا في ايد بعض، وانت بتشد في الموتزاريلا ستيكس وبتاكل في منتهى السعادة. احساس ولا اجمل ولا اروع. دوبامين ده ولا مش دوبامين يا اساتذه؟ مين قال ان الحب ما يشتراش؟ يا كدابين، ما بيشترى، هو عادي جدا بفلوسك وبمالك شويه فرايز معاها سبيرو سباتس عشان احنا مقاطعين، بجد جميله دي، عادي انت كده مستقنيس والحياه حلوه. خلصنا المرحله دي، خلصناها، روحنا البيت، مسكنا الموبايل. طبعا ما عندناش لا حبيب ولا قريب ولا غريب ولا حد يسأل علينا ولا يبعت لنا مسج حلوة ولا نبعت له مسج حلوة ولا ما عندناش كل تفاصيل الحبوبة دي. فما قدامناش غير ايه؟ ان احنا نفتح بقى كل الابليكيشنز، وللأسف كل الابليكيشنز في اليوم اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده بتبقى حاجة صعبة صعبة صعبة. منين ما تفتح بقى كل الابليكيشنز مفيش ابليكيشن واحد تلاقيه فاضي، كله بقى ايه؟ ريلز وفيديوز وستوريز، كلها حاجات بقى رومانسيكية خالص وأغاني حب والكابلز بيحتفلوا. تبدأ بقى تقول ايه ده؟ الله، مش يا جماعة كفاية مشاعر بقى بجد، أنا هعيط مش قادرة، حساسين قوي. تبدأ بقى ايه وسط كل الفيديوهات اللطيفة الظريفة دي اللي تحببك في قصص الحب، وتبدأ تحس ان انت في حاجة ناقصاك كده صغنطوطة، تشوف الستوريز بتاعت صحابك
والفيديوز بتاعت صحابك اللي انت عارفهم وحافظهم وصاممهم. بعيدا بقى عن الفيديو اللي بيبقى كله ذكريات وتفاصيل، في كابشن بقى كده ايه، باراجراف كبير يعني بيكتبوا سمري عن قصة حياتهم، حلو، وكم الرومانسية اللي في الكوكب يبدأوا يطلعوها في كل الكلام ده في الحتة دي كده. دول بقى انت عارفهم، انت عارف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، عارف ان هم اساسا كل يوم والتاني خناقة ومبهدلين بعض، سابوا بعض وعملوا بلوكات اكتر من 520 مرة، وهم اساسا بينعلوا سنسفيل ابو اللي جابوا بعضيهم كل يوم. بس مش ممكن، الحب ولع في الذرة وكل الحاجات اللذوذة اللي في الكوكب، فتبدأ تقول ماشي يا جماعة يلا افرحوا مع اللي بيفرحوا، هي جت عليكم يا ما جتش عليكم، قشطة عادي، احنا كده كده مرارتنا مفقوعة، انتوا اولى من الغريب، انتوا اولى من الغريب، خربانة خربانة. والله معلش الفراغ قاتلني. المهم ما طولش عليكم، قولوا لي طولي، طول براحتك، انتوا وراكم ايه؟ انتوا وراكوش حاجه، عادي، اسمعوا في حد يكلمكم، في حد يسال عليكم، في حد تخرجوا معاه، ما في، نستحمل بعض، نحس ببعض ونستحمل بعض وتقعدوا تسمعوا، ماشي. المهم كله كوم، ولو جالك حد من صحابك المرتبطين الممحونين ده كوم تاني، سواء اذا كان ولد او بنت، نبقى قاعدين في امان الله وبنتنا تبدا تقول عارفه احساس ان يجيلك مورنينج تكست الصبح بدري، ولما ما ترديش عليها على طول يكلمك ويقولك قومي بقى كفاية نوم وحشتيني. ايه؟ انا جيلي مكالمة الصبح قومي كفاية نوم وحشت؟ لا ما اعرفش، لا ما جربتوش، لا ما اقدرش اتخيله. انا لو حد صحاني الصبح بدري يقول لي كفايه نوم عشان وحشتيني، اقسم بالله افلقوا نصين، ده افلقوا 4/4، اقطعه ترانشات كده واخرطه مع بصله واعمله واشوحه واحطه في سندوتش واكله. ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب عارفه احساس انه يبقى مزعلك فما يهونش عليكي زعله، فيجيلك الفجر في عز البرد هو جايبلك الشوكليتس وكل الحاجات اللي بتحبيها عشان يصالحك. جيلي الفجر؟ لا معرفش الاحساس ده، ليه يجيلي الفجر؟ ليه شحطة ولاد الناس في عز البرد والسقعة والتلج اللي احنا فيها دي علشان ما يجي يصالحني الظهر، ما يصالحني العصر، يصالحني في اي وقت يا ستي، لا اله الا الله، انت غريبة جدا يعني. بعدين انت عارفة لو ست الحبايب شافته الفجر وهو جايب لي مش عارفة، يا لهوي، اقسم بالله تعمل مني ومنه ناجتس. عارفين ليه ناجتس؟ عشان كلنا عارفين ان الناجتس دي فراخ مطحونة قطعة دواير دواير دواير، شوح، مش كريسبي، منتهى اللذة برضه، مش ممكن، الله الله الله. ايه الكلام الغريب اللي بنسمعه ده؟ ما اتقوا الله بجد، اتقوا الله والله العظيم، انا بكلمكم بامانه. خلاص خلصنا من قصه صاحبتنا الممحونه، نبدا بقى نخش في ايه، صاحبنا الممحون. والحقيقه ما اكدبش عليكم، الولاد بقى لما يبقوا ملزقين وممحونين الموضوع بيبقى اصعب بكتير، لانك بتبقى قاعد كده في امان الله على قهوه مثلا انت وصاحبك، وفجاه وبدون مقدمات يبدا يقولك تعرف يا اسطى احساس ان يتقالك انك اجدع واكرم واشجع واجمل راجل انا شفته في حياتي؟ بص اولا هو انا معرفوش، ثانيا مين ده؟ انت اجدع ازاي يعني؟ انت اول واحد بتخلع من القهوة علشان ما تدفعش حسابك يا اسطى، ده مبدئيا. بالنسبة لاشجع، انت كلمتنا امبارح علشان في فرد دخل في بيتكم والشباب كلنا رحنا على البيت لقينا الجيران كلها ملمومة، قلنا في حريقة في شقتكم، ده اقل واجب، طلعنا لقيناك متشعلق فوق البتاع علشان انت خايف بعدين مين برضو اللي اكرم واحد؟ ده انا دافع فلوس بنزين عربيتك علشان نيجي نقعد القعده دي على القهوه. طب اجمل بقى يعني، انا لو هغفر لك كل اللي فات مش هغفر لك اجمل ايه يا اسطى؟ انت شايف مناخيرك إيه؟ انت شايف ملامحك لا حول الله يا رب، يا عافينا يا رب، عافينا يا رب، بنت حوله ولا ايه؟ طب عارف يا اسطى احساس انك تروح البيت
وانت تعبان وقرفان وطالع عينك كده، وتلاقي واحدة مستنياك وبتكلمك بمنتهى الرقة كده وبصوت حنين، وتقولك حمد لله على السلامة، يومك كان عامل ايه النهاردة، وصوتها كده كله مليان حنية ورقة. عارف، ببقى حاسس ان انا منير وعايزة اغني لها. صوتك أرق من النيا، صوتك غنى مال السكر، صوتك مفيش. بس يا حبيبي، صوت مين اللي استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. يا عم لا، يا عم لا، معرفوش. انا اخر صوت سمعته كان صوت مديري وهو بيقول لي لو اتاخرت تاني هخصم لك. ده الصوت اللي انا بسمعه بالليل وانا راجع من الشغل قرفان وتعبان وزهقان وطهقان، بيبقى فويس نوت من التيم ليدر بتاعي بيقول لي التاسك ده لو ما اتسلمش في ميعاده انا هطلع اهلك. يا جدعان، يا عم انت وهي اتقوا الله فينا بقى شويه. تعرف انت احساس ولا انت تعرفي احساس ان حد يقعدك ويفضل يقولك عمرك حسيت؟ طب تعرف احساس انت عمرك ما عرفته ولا شفته ولا سمعت عنه ولا حسيته يا اسطى؟ يعني خرجوني عن شعوري وانا جوايا ست مؤدبه. اللهم اخديك يا شوشو. خلاص خلصنا كل اللي فات، تعالوا نتكلم ربعاية بس قد كده جد شوية. بصراحة بقى الحب هو أحلى وأجمل إحساس في الدنيا، وعلى رأي الأستاذة ليلى علوي الحب مش شرط يبقى ما بين الحبيب والحبيبة، ممكن يبقى للأم، الأب، الصديق، الجار كده. من الآخر لو أنت سنجل اتبسط بشوية الهزار والتريقة على خلق الله دول، وافتكر برضو إن في حواليك ناس كتير بيحبوك وبتحبهم، قول لهم كلام حلو واسمع منهم كلام حلو واتبسط بيه. ما تستعجلش، هيجي الوقت اللي تحبه وتتحب فيه وتبقى مبسوط، بس مع الشخص الصح. مش ترتبط لمجرد فكرة الارتباط وخلاص، بس تفريغ مشاعر وطاقة علشان ما بقاش لوحدي واسمي سنجل. وعلى قد ما في جمل بتبان انها اكلاشيه قوي، بس جملة محدش بيموت علشان لوحده، بس ممكن تموت في الدقيقة 1000 مرة لو انت مع الشخص الغلط، دي جملة حقيقية جدا. بس وعشان كده لازم تستنى الشخص الصح اللي تبقى مبسوط وطاير من الفرحة وانت معاه، وتبقى سعيد بأبسط الأشياء اللي بتحصل ما بينكم. ولو انت بقى مرتبط فافتكر انك شخص محظوظ عشان لقيت نصك التاني، واتبسط معاه وافرح وحافظ عليه، علشان اي حاجة في الدنيا بتحتاج مننا مجهود زيادة شوية علشان تبقى احلى واجمل. وبصراحة بقى الحب مهما قعدنا نعيد ونزيد ونحلل فيه عمرنا في حياتنا ما هنفهمه. من وجهة نظر الصغنططة الحب عبارة عن لعب، يعني ممكن تتحبي بس ما تحبيش، او تحبي بس ما تتحبيش. ممكن تحبي وتتحبي بس القدر هو اللي ما يوفيش. لو انت بقى محظوظ ولقيت الباكج دي كلها على بعضها فيا بخت. مضطر اعمل حاجه غريبه جدا، وهي ان انا اقول لكم هابي فالنتاينز داي. كل سنه وانتم طيبين وبتحبوا نفسكم، بتحبوا اللي حواليكم، بتحبوا الحياه، بتحبوا البساطه وعيشها ببساطه، واللي بتقدم عيشها ببساطه. واللي اهم من كل ده بقى، ما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك، سبسكرايب للشانل على اليوتيوب، فولو على انستجرام، تيك توك. خليكم فاكرين ان كلنا محتاجين نعيشها ببساطة.